صحي قال النور القبة قاطر قاطر للكيزان اللي قاطر نور القبة قاطر لمزبلة التاريخ. يا هاي الغربال ناعم وقسما وعظما أنا ما زعلانة. القضية دي مستمرة، يقاطر منها النور القبة، يقاطر منها أي رمة تاني. القضية دي قضية أحرار وما حيظل فيها إلا الأحرار، وقسما وعظما القضية دي غير حر، وقسما وعظما واضمر فيها ما يظل وما يقودها. والله المشوار ده طويل، 5 سنة 10 سنة 20 سنة، وقسما وعظما قضية أحرار وما يظل فيها إلا الأحرار، واضمره وقسما بالله فيها ما يظل. اسمعوا كلامي ده كويس، واضمره وقسما بالله ما ينزل فيها. فلا بد من انفنس وانتنس ويزحلم زبلة التاريخ لسياده. القضية دي قضية صمود، قضية أحرار، قضية أسود، قضية رجال. أمهاتهم بنات عم أبواتهم، زول أمه ما بتعم أبوه، وقسما وعظما في القضية دي ما يركز وما يثبت وما يدق صدره وما يصندق. زول عبد القروش هيسهب لمحل القروش، عبد القروش وعبد الحقد والبغد سيسهب لمحل الحقد والبقد ومزبلة التاريخ. مشى كيكل انفنس بشطور، مشى موسى هلال الحاقد، ووراه نتبعن النور القبة بمكاشر. الزول ذاته وشي ولا وش نصر. 2024 بداية السنة ارجعوا الفيديوهات اللي انا طلعت فيها. الزمن داك انا ما جيت البلد دي، زمن بدر الكلام ده في مصر. انا طلعت قلت لكم هو يا نور القبة خاين، الكلام ده انا قلته. ارجعوا للفيديوهات حقتي، كان في زول محفظة، شوفوا الفيديو ده انشروه. 2024 بداية السنة، دخول راس السنة الجديدة. يا ناس النور القبة خاين، كلامي ده ما اشتغلتوا به وما اخذتوا خبره، فهمتوا؟ اي زول بديني وايماني، اي زول احنا عيننا دي نخطها فيه عليه لما كان مخلص للقضية دي بنعرفه، وكان خاين بنعرفه وبنعرف. ما تقول احنا قاعدين ساكت، احنا ما قاعدين ساكت، والحمد لله انكشف. شكينا في كيكل وزلتونا من الجروبات، كيكل طلع خاين. شكينا في بقال وزلتونا من الجروبات وردمتونا ونبستوني بأمي، والبقال طلع خاين. النور القبة شكيت فيه وبرضه نبستوني وقفلت لي صفحتي، وبرضه النور القبة الليلة طلع خاين. ولسه تاني في ناس حيطلعوا خونة برضو عاقبتهم تجي، وانا تاني بسكت بس بعلق بعد البرنامج. والقضية دي قسما وعظما كانت مرت شفتها 20 سنة 50 سنة، وقسما وعظما لو محمد حمدان بيجي ما في وعبد الرحيم بيجي ما في، زي ما محمد حمدان قال لكم الاشبال ديل بيقودوا المسيرة، بدين وايمان يقودوا المسيرة. الاشبال ديل يقودوا المسيرة، تصفي النور القبة وتصفي كلال وتصفي كيكل وتصفي اي خاين عميل جبان ما بهمه عرضه ولا وطنه، وبيمشي بيتبع القروش. وكده نعاين نشوفهم مشوا ليه الكيزان كده، الكيزان اللي بقوا موسى هلال الرئيس، ويبقوا النائب الاول له النور القبة. الخازوق ما يبقى، ويطلعوا صلاقين بيض، وفي النهاية يجي ذليلين لحكومة تأسيس يدك ما في اندفنوا تحت الأرض. والزمن داك أنا بكون شماتة، تعرفين أنا والله شماتة لأي وطمرة بنفنس. القضية قضية أحرار، وحيقودوها الأحرار، هيقودوها الأحرار، والسودان حيتحرر وتصفي أي عميل وجبان، أي عبد دولار. وعبد الدولار ما بيشبع، كان بتشبعه نقلت الدنيا دي كلها وديتوها بلدكم، كان تشبعوا. نقلت الدنيا دي كت وديتوها هناك كلكم. الناس فئة موسى هلال دي بالتحديد نقلوا الحديد ده، نقل الدنيا. بيحتوها، اكلتوا من الكيزان رشوتكم، اكلتوا الحديد اللي نقلتوه، واكلتوا رشوتكم من الكيزان، واكلتوا من حمايتي، وحلفتوا الكتب، وبعد ده جيتوا بتطلالصوا
سلمته برضه حتطلعوا صلاقين بيض، لأنه حقد وبقد الحاقد لا ترضيه إلا زوال النعمة. وعبد القروش ما بيشبع، الزول المقلول ما بيشبع. ان جبت له شفت نجطت لي ناقه في حفره مرقتها لك دي مكشطنه ما بيشبع. تحيه للاحرار، التحيه للصمود، التحيه للابطال. اوي ما يهزكم ولا تشتغلوا به، بلوا انجلى بلوا انجلى، ولكن خليتوا انجلى لانه ما بتصدقوا كلامنا. لو بتصدقوا كلامنا كنتوا من 2024 2023 زمن كتلت علي يعقوب كنتوا تخلصتوا منه. ما تخلصتوا منه، قاعدين بتعاينوا لك دي. آذوا الناس، آذاهم بشنو؟ بضرب الخفية. آذاهم بشنو؟ آذاهم بضرب المنورة. وهو زول بيقول لك أنا في الدعم السريع ده من 15 أبريل ولا الليلة اليوم طلقة ما فكيتها بعين بعيني. بدا جابوا خاطينه وخطوا يعني منظار يعني ولا كيف؟ المهم ما علينا. فات الخريف والناس رجوه، اطلع شنو النور القبة ومكيشر بلو انجلى. تحية للأحرار، تحية للأبطال، تحية للبحر قولم شليل، تحية بالبحر قولم قرانة، التحية ليهم. أبقى صمود. القضية دي يمشي فيها حمد حمدان يموت حمد حمدان، يمشي فيها عبد الرحيم، يمشي القبة، يمشي القيرو. القضية زي ما قال لك حمد حمدان القضية مستمرة والأشبال ديل بيحققوا مسيرتها. فيبقى ما تهمه وما تاكل هم، بل بس قدام فتك متك. والله ما عندنا لك حاجة. أرتال بتاع عربات جات وانتهت. أرتال جات وانتهت وحرقت، والآن تاني فاتوا مرتين وثلاثة وجابوها. داك ما بينشاف لهم، بينشاف اللي حقاتنا نحن. كويس. الهجوم ده ما بيحصل هنا وبس. يوم داك اتكلمنا هوي ما تهجموا مستريحة، ما تمشي على مستريحة، وما تمشي على شيخ موسى. كويس. فاتوا طقة داك شيخ موسى خرط لهم الشوك فوق ايته وفات. خلاهم عز فوق سبعاتهم لحد يوم الليلة. والله مرق فلان، والله مرق فلان بتاع عينكم. انتوا ما دولة، عندكم طيران وعندكم عربات وعندكم قوة، وانتوا دارين تقتلوا دارين تمسكوا. بلا اللي مشيتوا شلتوا بطاطين حقات بنات عمكم وتشيتوا فريكن وحاجاتهم سويتوا شنو؟ ده دايرينه. هسه امشي داك النور فات امشي تشوا فريقه. كويس. بقادر تاني شوفوا الجمة فيها تشوا. تعالوا بكره بعد بكره كمل لقيتوا تعالوا تشوا فريقينا. عرفتوا الكلام ده؟ لكن الثورة دي مستمرة وماشي. افتحوا عينكم كويس. وقسما بالله كان تاني سمعت اي صعالوك يتكلم فوق الجروبات دي قال فلان ماشي بورسودان ولا فلان فلانقاي، والله نردمك نما انت امن ذاته. والدعم سريع. افتحوا عينكم كويس. كان في دول تاني جاب لنا مؤشرات زي ده وما دخلتوا السجن، احنا بنستخدم فوقه قرار واضح. والله قرارنا واضح. في المقدمة بنوريه والفي المؤخرة بنوريه، السياسي والعسكري والاجتماعي كلنا. نحن كان قلنا ما دارين نحارب معاكم. في دول خوفنا زول ولا في دول جابنا للحرب دي نحن فلاقنا لزول؟ نحن ما فلاقنا لزول. نحن جينا باختيارنا وبحريتنا، ونريد محل الصح وين والغلط بنوريه وين. شدوا حيلكم. الناس تمشي لقدام ما ترجع لورا. وبكره بعد بكره والله يا ريت سوينا ويا ريت سوينا. انما العلم خنق القنطور تقعد للي مجاره. ليشنو انتوا افضل من الناس بشنو؟ ما في زول اقل منكم وطعا. والزول اذا قبل الناس ما بقى بعدهم. ناس كلام ده وريناكم لمرارة واستكرارة. انتوا واحد ماسك له 7-10 ملف ماسكين واحد، وربما يكون كان ما حيكون حافظ قرآن ذاته. باقي الناس دي عبيدكم يعني، ولا يقعدوا يتفرجوا لكم، ولا انتم مأجرينهم في دول انتوا دافعين له قروشين عشان شغال لكم. نعم نقتل اخواننا بنقتل اسرنا بنتجرح دمنا بسيل. كويس. انا الاخر ما تمشي لهم. انا بس انا واخواني اشقاي ما عيال ابهاتي ولا عيال خوالي ولا ابن عمومتي الباقين. نحن من خشم بيت واحد ميتين 3600 قبل 6 شهور حصرناهم، ولحد يوم الليله الصيوانات مدقوقه فجر وعشيه. جينا سعلنا زول، جينا قلنا نقدم لنا كرامه. الان في مناطقنا ناسنا الان دايرين لهم بابور حق دونكي. هل حقهم التاسيس ولا الدعم السريع قاعد يوفر عليكم؟ الان نحن نسواننا الان بنقولوا بالكوارو وبالتكاتك من مكان لمكان عشان يمشن إلدن وعشان يمشن يتعالجن وعشان هناك. الناس راكبين حديد فخم ماسكين الوقود. الآن نيالة دي انباعت ببطرة تبية زيت، باعوها شخصيات معينة فلان وفلان. الجنينة كذلك، زالينجا كذلك. برا في الدول الأخرى اللي هم دول ما بينترك ل4-5 شقة ما في. والآن الناس اللي في البوابات ديل أي عربية الآن وقفتوها دارين تشيلوا منها ضريبة ولا حاجة
كويس معاك هتلقوها حق ضابط من ضباط الدعم السريع ومن أسرة معينة، يعني من أسرة مالكة. وما تتكلموا لنا كلام فارغ وحاجات، ما تخلونا نحن نكشف المغطي ستار. حق الناس بيساوقوا بس سوقوا حقكم في الصندوق.